السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ يوم جديد سعيد عليكم يا رب، اللهم امين. ويلا بقى بينا نعمل مع بعض الديسباسيتو باسهل طريقة واجمل طعم. بجد يا جماعة طعمه فوق الخيال، تحفة جدا. انا عن نفسي بصراحة اول مرة اعمله بس اتصدمت من طعمه، بجد بجد خطير. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو، بس يا ريت ما تنسيش لايك وشير للفيديو لو عجبك. ولو اول مرة بتشوفيني انا اسمي سعاد. هنا بقى هنجيب البولة اللي هنشتغل فيها، هنحط فيها كوباية من السكر واتنين من البيضة حجمهم وسط. لو البيض بتاعك كبير هتستخدمي بيضة واحدة فقط. هنحط ظرفين او 3 من الفانيليا، وهنبتدي كده نضربهم مع بعض كويس بالمضرب الكهرباء، وتقدري تشتغلي في الخلاط عادي جدا. طبعا اول ما الخليط يفتح ويبقى باللون ده هنضيف معلقة كده من الخل وهنضربها برضو كويس. يفضل ان كل مكون نحطه نضرب بعديه، احنا كده بندخل هواء للكيكة بتاعتنا. هنا هضيف ربع كوباية من الزيت، ويفضل ان يكون زيت ذرة يعني ملوش طعم او ريحة. وهضرب برضو كده شوية، وكوباية الا ربع من اللبن. وكل مكوناتنا يا جماعة بدرجة حرارة المطبخ، نطلعها كده قبل ما نبتدي شغل عشان تهدى وما تبقاش ساقعة زي ما تكون طالعة من التلاجة يعني. هنضرب برضو كده شوية. هضيف ذرة من الملح، المفروض كنت ضفتها من الاول بس معلش برضو هضربها كويس عشان ما يبقاش ليها اي طعم بعد كده. هنا بقى معايا بوله نحط فيها المكونات الجافه، عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، والدقيق يكون منخول يا جماعه، ونص كوبايه من الكاكاو وبرضو نخلتهم، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. هقلبهم كده مع بعض كويس، وبعدين هضيف المكونات الجافه على المكونات السائله. وتقدري طبعا تعملي المكونات السائله دي في الخلاط عادي جدا، مفيش اي مشكله. هنا بقى هضيف معلقه من القهوه سريعه الذوبان، معلقه صغيره. لو القهوه بتاعتك بودر هتضيفيها على طول. لو خرز كده زي القهوه دي تقدري انك تدوبيها في معلقه كده من الميه وبعدين تضيفيها. انا هنا طبعا دوبتها في معلقه من الميه لان هي كانت خرز شويه، فكان لازم اعمل الخطوه دي. همزجهم طبعا مع بعض كويس لغايه ما يتكون بقى خليط كده كريمي، والقوام بتاعه حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. في المرحله دي بقى معايا نص كوبايه من الميه المغليه يا جماعه، نص كوبايه فقط. وهبتدي ان انا اضيفها مره واحده وهقلبها كده على طول. هتديني طبعا خليط الكيكه هيكون سائل شويه بس ما تقلقيش، يعني مع التقليب كده هتلاقيه تقل. عايزه اقول لكم ان الخطوه بتاعت الميه السخنه دي بتخلي الكيكه بتاعتي مش عاديه، بتخليها كده زي البراونيز او زي الفادج كيك. بتخليه تحفه يا جماعه، جربوها ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا، ما تقلقوش خالص. هنا بقى جبت قوالب الدسباسيتو، والكميه دي عملت لي او المقادير دي عملت لي 5 قوالب من الدسباسيتو، وممكن يعملوا 6 كمان لو مش عايزه الكيك يكون مرتفع. طبعا هنضيف هنا الخليط، يعني يعتبر ربع القالب مش اكتر من كده. طبعا الفرن بتاعي سخن على درجة حرارة 180، بياخد من 20 ل 25 دقيقة، طبعا بتتابعيه حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. هنا بقى هنبتدي نعمل الجناش بتاعي، لان طبعا لازم بنسيبه بعد كده يبرد. معايا كوبايه من الحليب، عليهم نص كوبايه من الكريم شانتيه، وربع كوبايه من الزيت. اقلبهم كده على البارد وبعدين ارفعهم على النار. لازم يغلي معانا، انا عايزاه يوصل لمرحله الغليان. هنا بقى طبعا كان رفعته على النار وغلي معايا ربع كيلو من الشوكولاتة الخام. طبعا كسرتها كده قطع صغيرة وضفتها عليه، مع التقليب هتسيح مع الحرارة. وطبعا لازم نبشر الشوكولاتة او نقطعها قطع صغيرة عشان تدوب معايا على طول. طبعا هنا هسيب الجناش بتاعي بعد ما الشوكولاته كده دابت، هسيبه يهدى تماما. هنعمل بقى الكريم شانتيه. معايا كوبايه ونص من اللبن المثلج او من الماء المثلج زي ما تحبي. معايا كوبايه من الكريم شانتيه، ربع كوبايه من السكر، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام. هنا بقى يا جماعة هبتدي ان انا اضرب بالمضرب الكهربائي كويس قوي لغاية بقى ما يديني القوام التقيل اللي هتشوفوه دلوقتي معايا. وطبعا عشان تاخدوا قوام حلو، لكل كوباية ونص من اللبن المثلج او الماء المثلج كوباية واحدة فقط من الكريم شانتيه، المقدار ده مظبوط جدا. وربع كوباية بس من السكر. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، تحفة جدا يا جماعة.
هنا بقى هغطيها واحطها في التلاجة لغايه بقى ما نبتدي احنا نعمل خلطه التسقيه بتاع الكيك بتاعنا. هنا الكيك كان طلع من الفرن وسبته كمان برد. هبتدي بقى ان انا اعمله كده بالستيكس، اعمل فيه فتحات او اخرمه كده. تمام كده، لازم نعمل الفتحات دي يا جماعه عشان هنسقي الكيك ولازم يتشرب كويس من الخليط ده. هنا بقى معايا خليط تسقيه عباره عن ربع كوبايه من الميه، ميه تكون ساقعه، ومعلقتين او 3 كده من الجناش اللي احنا عملناه. عايزه اقول لكم الجناش ده طعمه تحفه جدا يا جماعه بجد. هدوبهم كده مع بعض كويس، وهحطهم بقى يعني هسيقهم بالمعلقه، يا اما لو عندك الازازه بتاعه الكاتشب او المستردة اللي ليها بوز دي يفضل طبعا. انا حطيته بقى هنا وابتدي ان انا اسقيه، ومن يعني ما نسقوش زياده عن اللزوم عشان من القالب ده طبعا من الكرتون ما يبوش معايا. ولو مش حابه تعملي الخطوه بتاعه التسقيه بتاعه الكيك دي براحتك خالص، بس هي بصراحه بتديها كده طراوه جدا وبتخلي الكيك رطب معايا جدا جدا. هنا بقى بعد ما سقيت الكيك كله حطيت بقى الكريم شانتيه اللي انا عملته في كيس حلواني. تقدري كمان تحطيه بالمعلقه عادي جدا، بس انا بفضل الخطوه دي لان كيس الحلواني بيوزعه اسهل على الكيك، وبيخليه كله سوا واحد. يعني ما بقاش ناحيه فيها كريم شانتيه اقل من ناحيه، لا بيوزعه كويس قوي. وطبعا زي ما تحبي كله في الاخر يرجع لك، انت مفيش اي مشكله خالص. هوزعه بقى كله بنفس الطريقه دي، وبعدين هبتدي ان انا اسويه كده بالمعلقه. نخلي بقى بالنا عشان واحنا بنسويه كده ما نطلعش الكريم شانتيه على كده القالب من بره، وبعدين نتعب في تنظيفه. فمن الاول كده نخلي شغلنا بالراحه، بحيث ان احنا نخلي الدنيا نظيفه كده معانا وما ندهولش القالب. شايفين يا بنات سهل جدا جدا والله، ما فيهوش اي حاجه خالص. انا هنا كده خلاص سويت الكريمه بتاعتي كويس. هجيب بقى الجناش، ويفضل بعد كل خطوه نحطها في التلاجة. يعني انا بعد الكريم شانتيه دخلته التلاجة لغايه ما يتمسك شويه، وبعدين طلعته عشان احط طبقه الجناش عليه. والجناش يا جماعه هنا بيكون بارد تماما، ما ينفعش نحط الجناش وهو سخن خالص، لازم نسيبه لغايه ما يبرد. الجناش يا دوبك بقى بنحطه كده بالمعلقه من فوق، ونبتدي ان احنا نوزعه كده يمين وشمال، بحيث انه يكون كله على السطح بتاع القالب من فوق. يعني نغطي سطح القالب كله بالجناش، وما نحطش طبعا طبقه كبيره عشان ما يدلقش كده معايا من القالب، ونبقى احنا كده بوظنا الدنيا. هنعمل بقى كل القوالب معايا بنفس الطريقه كده. يعني عايزه اقول لكم اسهل منه بجد ما فيش، سهل جدا جدا والله، ما خدش وقت معايا خالص بجد. يعني والكيك في التلاجة كنت انا عملت والكيك في الفرن اسفه، كنت انا عملت الجناش وسبته يبرد، وكمان كنت عملت الكريم شانتيه. بجد ما خدش وقت خالص. هنا بقى اخر قالب معايا. هنا بقى كنت خلاص خلصت الجناش كله على القوالب بتاعت البسيتو كلها، دخله بقى التلاجة لغايه ما الجناش يتماسك عشان نزينه. هنا بقى خلاص كنت طلعته من التلاجة، وكانت الجناش تماسك معايا كويس جدا. طبعا التزيين ده بتاعك وبراحتك. اي حاجه عندك في البيت تقدري تزيني بيها، تقدري تحطي شويه شوكليت شيبس كده على وشه وخلاص. بس بصراحه انا بيكون عندي الحاجات دي، يعني كل ما بنزل اشتري حاجه بشتري من حاجات التزيين دي ب5 جنيه ب10 جنيه، وبحطهم في التلاجة. باجي الاقي عندي لما اكون عامله حاجه زي كده بلاقي عندي حاجات كتير ممكن ازين بيها. تمام. طبعا اول قالب زينته كنت جايبه اوريو، طحنته كده نص طحنه يعني زي المجروش، ومعاه شوكولاته كريسبي بيضه. وهنا معايا برضو الشوكولاته الكريسبي الكبيره دي مع شويه سبرينكلز برضو. هنا كده حطيت واحده اوريو، وحطيت برضو شوكولاته كريسبي بني، وشوكولاته كريسبي بينك. زي ما قلت لكم يا جماعه الحاجات دي بجيبها من عند بتوع مستلزمات الحلواني. بجيب شويه ب5 جنيه، مره ب10 جنيه. بجد بيقعدوا عندي مده طويله جدا في التلاجة، ولما باجي ازين اي حاجه بلاقي عندي كميه كبيره. يعني ما بشيلش هم تزيين اي حاجه بعملها بصراحه.
وزي ما قلت لك مش شرط يعني تكوني يعني عندك فن التزيين قوي، يعني انا برضو مش عندي فن التزيين قوي، بس يعني بتكون عندي الحاجه بطلعها كده وانا شغاله، بلاقي نفسي يعني ايدي بتحط كده لوحدها. طبعا انا حطيت بقى شوكولاته كريسبي كده الكبيره دي، معاها شويه اوريو مجروش، كسرت كده اللون بشويه شوكولاته كريسبي صغيره بيضه. زي ما انتوا شايفين عملتهم كلهم بالطريقه دي. تزيينهم سهل جدا والله وبسيط. بصوا بقى من جوه الطبقات عامله ازاي. والله يا جماعة اللي ما جربش الديسباسيتو في البيت بجد فاته كتير. طعمه حلو جدا جدا، روعة بجد فوق الخيال. اتمنى انتوا تجربوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.